السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا منى أحمد ومكملين مع بعض في حساب مكافآت شركة إيكو باي. وصلنا لمكافأة تكوين الفريق، وعرفنا في الفيديو اللي فات مكافأة المانجر 1 هي أول رتبة. لما بتعملي أنت وفريقك 750 نقطة بتاخدي نسبة 6%، ومكسبها بيبدأ من 720 جنيه. بعد كده بتوصلي للمانجر 2 من 1500 نقطة بتدخلي في نسبة 12%، ومكسب بيبدأ من 2880 جنيه. وكل طبعا ما النقاط زادت كل ما المكسب ده زاد، يعني 1500 نقطة غير 1700 نقطة غير 2000 نقطة، انت كده برضو في مانجر 2 لكن المكسب ده بيزيد. مانجر 3 من 2500 نقطة وبتحصلي على 18% من نسبة مبيعات لفريقك، ومكسب بيوصل ل 11500 جنيه. دايركتور 4000 نقطة تاخد 24% من مبيعات فريقك، مكسب بيوصل ل 15300 جنيه. زي ما قلنا المكافآت دي مش ثابته، ممكن تزيد او تقل على حسب شكل شجرتك او عدد النقاط اللي عاملاها. دلوقتي عاوزين نحسب مع بعض مكافئتي لو انا مانجر 3، يعني عامله مثلا 3500 نقطه. مانجر 3 من اول 2500، لو انا عامله 3500 انا برضو مانجر 3 لسه ما وصلتش دايركتور. حسبناها مع بعض في الفيديو اللي فات ازاي بنحسب نسبه ال 18%، لان ما كانش معايا اي رتب ثانيه في فريقي. طيب دلوقتي انا معايا رتب في فريقي، يعني ال 3500 نقطه دول مثلا متوزعين 1100 نقطه، مجموعه شركاء معايا مش عاملين رتب، ومعايا واحده هي وفريقها عاملين 800 نقطه، يعني هي بقت مانجر 1. ومعايا واحده كمان عامله 1600 نقطه هي وفريقها، فهي مانجر. زي في الحاله دي بحسب المكافاه، لان هنا مش هتبقى 18% ثابته، لا هتكون متغيره، وهنعرف مع بعض الطريقه. قبل ما نشرح المعادله عاوزه اوضح لكم حاجه مهمه، ركزوا معايا كويس. احنا فريقي عدد نقاطه زادت اكتر، وعملت مانجر 1 مثلا 900 نقطه، فريقي عامل 900 نقطه، انا لسه مانجر 1. طيب نفترض ان ال 900 نقطه دول 750 منهم كانوا عند شركه تحت 50 نقطه، باقي الناس الشركه دي هي وفريقها عامله 750 نقطه، يعني هي كمان مانجر 1. في الحاله دي انا مانجر 1 وهي مانجر 1. في الحاله دي انا معظم مبيعات فريقي جايه لي من الشركه دي. دي حاجه مهمه جدا جدا في مكافآت ايكو واي، وهي انها عادله. يعني الشركه دي عملت مانجر 1، فهي بقى من حقها تاخد مكافاه فريق 6% عن مبيعات فريقها. انا هنا انا مانجر 1 هاخد 6% لكن عن مبيعات الفرع ده بس، انا كمان هاخد 6% هنا. ده يوضح لنا ايه؟ ان الشركه مكافاتها عادله. تحتي ان انا افضل اعلى منها باستمرار، لا، احنا بنكافئ الجهد، مش بنكافئ اي حاجه غير الجهد والتميز. انا هاخد عليها مكافاه اشراف كده كده. خلينا ناخد مثال كمان. انا مانجر 3 وعامله مثلا 3000 نقطه انا وفريقي. لما جيت تحتي في واحده هنا ما شاء الله وصلت مانجر 2، نقول عامله 1500 نقطه، ومعايا شريكه مانجر 1 عامله 750 نقطه، تمام. والباقي دول ناس معايا بدون رتب، بدون رتب. يبقى انا مانجر 3 مكافئتها كام؟ 18%. اللي بدون رتب انا هاخد عنه 18%. المانجر 1 هي هتاخد كام؟ 6%. يبقى ال 18 دول هيتخصم منهم 6% للمانجر 1، يبقى انا هاخد عن المانجر 1 دي 12%. هاخد اللي هيكمل ان انا اوصل ل 18. طب والمانجر 2 هي هتاخد عن فريقها 12%، ده حقها هتاخده، جهدها وتعبها ونقاطها اللي هي عملتها هي وفريقها، تاخد عنها 12%. انا برضه هستفاد عن كام؟ 6% على المانجر 2 دي. وصلت؟ طيب خلينا ناخد مثال تاني عشان النقطه دي مهمه جدا وبتفرق، لازم تفرق معاكي وتكوني فاهماها عشان وانت بتبني فريقك تبنيه بشكل متوازن وبشكل صحيح، وتبقي عارفه حقوقك وحقوق الناس اللي تحتك. انا مثلا مانجر 3 نقول عامله برده مثلا 3000 نقطه. لاحظوا ان انا ممكن اكون عامله 3000 دي بس شكل الشجره بيختلف، ف 3000 نقطه بس على حسب شجرتك بيختلف راتبك. لقيت مثلا جت تحتي واحده هي ما شاء الله بقت كمان مانجر 3 عامله 2500 نقطه، هي هتاخد كام؟ 18% عن مبيعات فريقها. انا معايا ناس هنا مثلا رتب او بدون رتب، لو بدون رتب هاخد انا كمان عنهم 18%. طيب يعني انا مديرتها
انا مانجر 3 وهي كمان مانجر 3. ليه؟ لان انا ما عديتهاش للرتبه اللي بعديها اللي هي 4000 نقطه، انا لسه معاها في نفس الرتبه، فهاخد كده مش هاخد عنها مكافاه فريق، هاخد بس مكافاه اشراف عليها، لكن هاخد مكافاه فريق عن الباقيين اللي بدون رتب. فنعيد تاني، دورك ايه؟ ان انت تبني فريقك بتوازن. عندك رتبه هنا لازم انت تكوني بتكبري باقي فروعك عشان انت توصلي للرتبه اللي فوقيها، فتقدري تستفادي على مبيعات فريق الرتبه دي. هي ما شاء الله بتكبر وبتكون قائده، لازم انت تكوني قائده اقوى. انا ممكن اكون مانجر 3 وتحتي دايركتور، مش فوقي، تحتي دايركتور. ليه؟ هي الحمد لله مجتهده نشيطه مركزه بتستغل علاقاتها بتبني علاقات بشكل صحيح، هي دايركتور ممكن تبقى ليدر تحتي، انا اللي عرفتها على الشغل لكن هي تقدر تنطلق. فدي نقطه مهمه جدا جدا تكونوا عارفينها عشان تفرق جدا في تكوين فريقكم. تعالوا بقى نحسب مع بعض المكافاه بالارقام. المثال اللي معانا هنا مانجر 3 وعامله 3500 بي في يعني نقطه شخصيه، فريقها متقسم بالشكل ده، معاها مجموعه ناس بدون رتب عاملين 1100 نقطه، معاها شريكه هي وفريقها عاملين مانجر 1 800 نقطه، معاها شريكه ثانيه هي وفريقها عاملين مانجر 2 1600 نقطه. مكافاه الام 3 دي 18% لو مفيش رتب، بالتالي هي تاخد 18% عن الفرع ده. ال 1100 نقطه نضربهم في 18% في 16 جنيه تطلع 3168 جنيه. مانجر 1 المانجر 1 دي هتاخد عن فريقها 6%، يبقى انا هاخد اللي بيبقى اللي بيكمل ال 18 اللي هم 12%، يبقى انا هاخد عن الفرع ده 12%، يبقى 800 في 12% في 16 1536 جنيه. الفرع ده هي هتاخد 12%، 12 يبقى انا معايا كام عشان اوصل لل 18؟ معايا 6، يبقى انا هاخد عن دي 6%، 1600 في 6% في 16 اخد 1536 جنيه. طيب في الاخر، طيب انا كده هاخد كام على فريقي ده كمبيعات فريق؟ هاخد 3168 زائد 1536 زائد 1536 يطلع لي مكافأة الفريق 6240 جنيه. يبقى المانجر 3 في الحالة دي اللي قدامنا هتاخد 6240 جنيه، ده غير مكافأة الإشراف عليهم، ده غير الكاش باك والهدايا لو هي عاملة أكتر من 100 نقطة. شايفين؟ يبقى مانجر 3 دي تاخد بس مكافأة فريق 6000 جنيه، لو قلنا مع شوية مكافآت كمان يبقى ممكن راتبها يوصل 10000 جنيه من شركة ايكو واي، مشروع وانت في بيتك. مش محتاجة أذكركم تاني إن كل المكافآت دي بنحصل عليها شرط تفعيل الكود ب50 نقطة وأكتر. لو دي مش مفعلة أنا تلقائي المبيعات دي بتوصل لي أنا فوق. هنا الشخص ده مش مفعل كأنه مش موجود، اللي مش مفعل كأنه مش موجود في الشركة حتى لو معاه فريق. أتمنى تكون مكافأة تكوين الفريق من شركة ايكو واي وضحت معاكم. تخيلي كم المكاسب اللي ممكن تاخديها من رتبة مانجر 3 دي، مش دي رتبة بسيطة في البدايات يعني، فالمكاسب لسه هنشرحها في باقي المكافآت، مكاسب اكتر واكتر باذن الله. ان انتوا تدوا له وقتكم وجهدكم وتركيزكم. لو عندكم اي استفسار سيبوا لي في التعليقات، وشوفوا معانا نتابع باقي فيديوهات شرح الخطة التسويقية من شركة ايكو واي. سلام.